السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال أولى إعدادي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض الامتحان رقم 19 محافظة سوهاج من كتاب الامتحان. ونقول مع بعض أول سؤال. الخريطة بيسألنا رقم 1 كده، اللي موجود في شرق إفريقيا مسطح مائي، يبقى ده المحيط الهندي. هتقولي ده المحيط الهندي بيبقى حاطط الرقم فوق، هقولك سواء حطه فوق أو حطه تحت شوية، الجزء اللي في الجنب اليمين ده كل المية دي المحيط الهندي. رقم 2، أولى الدول الإفريقية جذبا للمهاجرين موجودة في الجنوب، يبقى جنوب إفريقيا. رقم 3، دولة يوجد بها صناعة تحويلية ثقيلة، دي دولة الجزائر. 4، من أهم الدول المنتجة للطاقة الشمسية مصر. 5، دائرة عرض في الجنوب مدار الجدي. ما النتائج المترتبة على قيام محمد علي ببناء أبراج ومواقع للتحصينات العسكرية في مدينة كسلة؟ ده طبعا السؤال جاي العكس، يعني احنا عندنا المفروض بما تفسر تدفق الأهالي من المناطق المجاورة في السودان إلى مدينة كسلة، بنقول بسبب التحصينات. هنا السؤال جاي معكوس، يبقى هنقول اللي هي السؤال الأساسي اللي هو بتاع بما تفسر أدى إلى تدفق الأهالي من المناطق المجاورة للإقامة في مدينة كسلة، فأصبحت من أهم المدن في شرق السودان. السؤال الثاني، ما النتائج المترتبة على ممارسة الصيد غير القانوني للأسماك في إفريقيا؟ أدى إلى 1، استنزاف المصايد البحرية، وكمان انخفاض المخزون السمكي في إفريقيا. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. من المعادن النفيسة ويدخل في صناعة الإلكترونيات، يبقى الذهب. تأسس الحزب الوطني في مصر على يد مصطفى كامل. تم تقسيم السودان إلى 5 مديريات تتبع وزارة الداخلية بالقاهرة مباشرة على يد طبعا سعيد باشا. قام بإعلان مبدأ حق كل شعب في تقرير مصيره، ده كان الرئيس الأمريكي ويلسون. أي من الدول الآتية تحتل المركز الأول في الإنفاق على البحوث الزراعية؟ هي مصر. بما تفسر وجود هجرات خارجية من قارة إفريقيا؟ ده بسبب أول حاجة البحث عن فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة، كمان البحث عن فرص تعليمية أفضل، وكمان عدم الاستقرار السياسي والحروب. السؤال التاني، بما تفسر تعاني إفريقيا من انخفاض حركة السياحة، يعني معوقات السياحة في إفريقيا؟ أول حاجة الظروف المناخية السيئة في العديد من دول القارة. 2، كثرة الأمراض والأوبئة المتوطنة. 3، ضعف شبكة النقل والمواصلات. 4، تعرض بعض الدول لأزمات ونزاعات عسكرية وسياسية. 5، تحدث السكان المحليين في إفريقيا لهجات محلية ولا يجيدون اللغة الإنجليزية أو عدم إجادة اللغة الإنجليزية. السؤال الثالث، اكتب كلمة صواب أو خطأ مع التصويب. من الدول الإفريقية التي تنتشر بها اللغة الفرنسية رواندا والكاميرون؟ صح. رقم 2، تعتبر جزيرة الجيفتون بدولة مصر من الجزر ذات الشهرة السياحية العالمية؟ صح، لأن دولة أو جزيرة الجيفتون موجودة في مدينة الغردقة أو تابعة لمدينة الغردقة في مصر. 3، شكل الزعيم سعد زغلول عام 1919 وفدا للسفر لمؤتمر الصلح في لندن؟ غلط، لأن السفر كان لمؤتمر الصلح في باريس. نجحت الحملات والرحلات الاستكشافية التي أرسلها الخديوي إسماعيل من الوصول إلى بحيرة فيكتوريا؟ صح، وكمان وصلت معاها لبحيرة ألبرت. ما الأثر الناتج على اجتياح الجراد الصحراوي لشرق إفريقيا عام 2020؟ أدى إلى تدمير مساحات واسعة
من المحاصيل الزراعية. نتائج قيام محمد علي بحملة إلى السودان عام 1838 أدى إلى وصوله لمناجم الذهب في دنقلة، وكمان أصدر أوامر بإلغاء تجارة الرقيق. أكمل ما يأتي بكلمات مناسبة. أولى الدول الإفريقية في إنتاج الأسماك من المزارع السمكية يبقى مصر، أما لو قلنا من المصايد الطبيعية يبقى المغرب. ياريت ما تتلخبطش فيهم عشان مهمين جدا. رقم 2، تأتي دولة إيه في المرتبة الأولى من حيث معدل المواليد؟ هي أقام سعيد باشا معسكر على نهر السباط. ليه بقى؟ للقضاء على تجارة الرقيق. يقع مطار كيب تاون في دولة جنوب إفريقيا. قامت مصر بإنشاء 10 مناطق اقتصادية، منها المنطقة الاقتصادية اللي موجودة في شمال غرب خليج السويس. آخر حاجة معانا، اكتب استخدام كل من اليورانيوم والفوسفات. أول حاجة، اليورانيوم بيستخدم في إنتاج الطاقة النووية، أما الفوسفات بيستخدم في صناعة الأسمدة والمنظفات. لو لسه معانا لحد هنا يبقى محتاجة منك دعمك للفيديو بلايك وكومنت واشتراك لو لسه جديد معانا. لو لك أي سؤال تقدر تسيبهولي في الكومنتات، وأشوفكم على خير.